أصدقائي، أهلا وسهلا. عنونت موضوع اليوم بما يلي. بقاو معايا الله يخليكم وركزوا معايا شي شوية، لأن الموضوع من الخطورة والأهمية بمكان فيما يخص حاضر ومستقبل كرة القدم. عنونته بما يلي: الرجاء مقصودة من طرف صراصير المال والطامعين والسماسرة المحسوبين على الجماهير ظلما. موضوع اليوم لهذا الفيديو ليس من اختياري، هو مقترح علي من طرف جماعات من جماهير مركب محمد الخامس أمس، التي كانت ترفع أصواتها بكل ما فيها من قوة وتسب رئيس الرجاء حسبان. أنا اليوم سأكون كرحنكم للرئيس حسبان، سأكون مسخرا له، ولكنني في الحقيقة مسخر لكرة القدم النظيفة ولكرة القدم في المغرب. رئيس فريق نبيل لمدينة شريفة، رئيس محترم لجماهير محترمة، بل سأكون كرحنكم أيضا لجميع الرؤساء الذين يتعرضون لمجازر الأخلاق في مراكش وفي تطوان وفي أكادير وفي فاس. أنا أقول أيها الإخوان، هل المغرب ساب؟ الرياضة سابت. وهل استقالت القوانين ومن يسهر على القوانين التي تتصدى لمن يخرب قيم البلد؟ هل الكرة سابت بدورها وأصبحت مسرحا ومنصة ومرفعا لسب المواطنين الناجحين في المال والأعمال الذين يتطوعون لخدمة التنمية الرياضية وغير الرياضية؟ غير معقول أن تتكفل السلطات بتطهير ممرات الكرة من الجانحين والجامحين وقطاع الطرق، وتسكت تلك السلطات وكافة السائرين على مساطر الضابطات أو الضوابط القضائية عن همجيين ينشرون الإفك والرعب والبهتان لتنطيخ سمعة الرئيس سعيد حسبان، رئيس فريق له إشعاع عالمي وله هو نفسه الصبغة المؤسسية الموقرة، سواء في الرجاء أو في المجلس الجماعي أو بين الناس الذين دججوه ليطلع إلى تمثيلية المجلس المحلي. لا تعرفون ما حصل لحسبان أمس، ما عرفتوش شنو قال لي. أنا أحكيه لكم كما وصلني من مصدر رجاوي، صاحب ضمير رجاوي يحب الرجاء ويريد الخير للرجاء، لأنني لا أعرف حسبان ولا أريد أن أعرفه إذا كان حسبان غير صالح للرجاء. حسبان جاو عنده ولادو البارح باش يتفرجوا، جاو عنده من باريس من فرنسا باش يتفرجوا في الرجاء، ولما عرف بأن جماعات تتربص به وتريد أن تشوه سمعته ما مشاش للملعب، فضل يبقى هو وولادو في الدار. ولما ربحت الرجاء نزلوا ليه الدموع وقال لولادو: أنا حرمت نفسي من فرحة ديال الرجاء باش نشاركها الفرحة ديالها وبقيت معكم. علاش بقيت معكم؟ باش ما تسمعوش باكم كيسبوه في الملعب. لماذا يحصل هذا لحسبان في الرجاء ويحصل أيضا للسي الحبيب سيدينو في أكادير؟ سيدينو اللي صرف من جيبه هذا العام 1,500,000,000 سنتيم على حسنية أكادير وعلى الكرة في أكادير، وتعرض له قبل ذلك أبرشان في طنجة، وتعرض له أبرون في تطوان، السي مزوار اللي كتقول أبرون غيطيح هو غيطيح نهار في تطوان، وتعرض له بناني والعالمي في فاس والورزازي في مراكش، ويتعرض له آخرون في مثل أحجام هؤلاء. قلت: لماذا يحصل هذا؟ لأن الأندية المستورة في المغرب والتي لها قواعد شعبية عظيمة يريد المغامرون في البلاد الاستيلاء عليها حتى يحققوا ما يصبون إليه
وليقفوا بجانب السياسيين والزعماء الكبار ويتجولون معهم بين الدروب وفي مقدمتها درب السلطان، وحتى يجلسوا على مقاعد لابتزاز الشعب. لأن الرجاء شو كنز؟ الرجاء الوداد كنز، المغرب الفاسي كنز، طنجة كنز، ما كانش غير انا هذوك اللي كسيروها لان ما كيسرقوهاش. الذين كانوا يسبون حسب الرئيس الرجاء البارحة ليسوا بيضاويين ولا هم من جماهير الرجاء الحقيقيين، هم جماعة أطرها مجرمون بعد ما خذوا الفلوس. أولا لتخريب الرجاء، لأن ذلك النادي العريق يجب أن يكون في خدمة الفساد حسب وجهة نظرهم، وليس في خدمة فنون الكرة التي تسكنها الرجاء والوداد وحسنية أكادير وطنجة وتطوان. قولوا لي هذو ما كيلعبوش كرة مزيان. وثانيا هم ليسوا سوى مرتزقة تسلموا الثمن ووزعوا قسطا منه على الصبيان والمشمكرين واللي كيكميو والممضوخين بالروج وبالبدر، وطلقوهم باش ينشروا الرعب وينشروا الشر في الرجاء بالخصوص، لأن المقصودة هي الرجاء. وفي الكرة وفي مركب محمد الخامس، ما هاد المركب اللي بنى نفسهم جديد ولبس مسائل جديدة ما خصهمش يكون داكشي. جماهير الرجاء متخلقة، لها عقل كتميز به ما بين الصالح والطالح. أنا كنعرفها من 60 سنة، من 1957، وغنحكي لكم شنو جرى لي بيني مع جماهير الرجاء. هذا الرجاء اللي كيقولوا لهم الناس ما مزيانينش، لا، أنا نقول لكم جمهور الرجاء شنو هو. في 1967 أنا نقلت مقابلة ديال نصف النهائي ما بين الرجاء والفتح في ملعب الشرفي بالدار البيضاء، وكانت الفتح مسيطرة طوال المباراة. وقتاش ما خديت الميكرو وكنتكلم على سيطرة الفتح كينوض لي الجمهور المرة الأولى والثانية وأنا ما تشبت بموقفي. وأخيرا رجع الجمهور معايا وخسرت الرجاء ب3-1 نصف النهاية، باش لعبت النهاية الفتح مع سطات، وكان سطات غلبات الجيش. الجماهير اللي كتعرف هذه الحقيقة وكتشهد بهذه الحقيقة وكتساند هذه الحقيقة وكانت معايا في نهاية المباراة ما وخدتنيش علاش ما ذكرتش سميت بيتشو ساعة ونص، لأن بيتشو دار شي حاجة مع مسير من المسيرين ديال الرجاء. هذا كان شهر ماي سنة 1967. هاد الجماهير هذه اللي كتفهم الكرة هكا وعندها مستوى من الأخلاق هكا وعندها تربية بهذه الدرجة وعندها كتعرف قيمة المسير. المسير مؤسساتي، أنا المسيرين عندي كاين الرئيس، كاين نائب الرئيس، كاين المستشار، كلهم ناس محترمين، وأنا ضد من يعاتوا أي مسير. راه كاين عندهم البرلمان ديالهم، كاين القوانين ديالهم اللي كتحيدهم وتجيبهم. اجي نقول لكم في الرجاء مشاو شي ناس، واش عاود رجعوا لكم؟ رجع لكم واحد بحال عمور، رجع لكم واحد بحال الصويري، رجع لكم واحد بحال عنات، رجع واحد بحال فلان وفلان وفلان وفلان. اتقوا الله. الرجاء راه ديال المواطنين ديال الكرة، ما هي لا السياسة ولا ديال التجارة ولا ديال حتى شي حاجة. الرجاء ديالي أنا اللي بعيد على الرجاء وأعترف بقيمة الرجاء منذ 60 سنة. أصدقائي، إلى اللقاء.